بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله هنعمل صنف حلو كده جميل. الدنيا شتاء وبنحتاج ناكل نسبة سكريات شوية، فالنهاردة هنعمل كيكة الرواني. فما شاء الله يعني من الكيكات الجميلة الممتعة في أكلها. يعني ادي كوباية ونص سكر انا بضيفهم، وبكسر عليهم بيضتين بالظبط، وبحط يعني ذرة فانيليا كده صغيرة، نص كوباية سمنة، وابدأ بعد كده اقلب المقدار ده عندي بالمضرب كده. حطيت كوباية لبن، دي معلقة قشطة كده كانت عندي متوفرة، وادي اقلب الخليط ده كويس خالص واضرب كويس بالمضرب كده لحد ما اخلط المقادير كلها مع بعضها، واحس ان السكر بدأ يدوب عندي خالص كده في الخليط. وطبعا انا محضرة كوباية ونص دقيق سميد، وكوباية دقيق ابيض. دي معلقة خل انا ضفتها بتخلي لي الرواني بتاعتي لونها كده ابيض فاتح، ما تبقاش لونها غامق وهشة. ادي كوباية ونص سميد، عليها كوباية دقيق ابيض، وبحط كيس اللي هو البيكنج باودر كامل، بضيفه كامل، وابدأ زي ما احنا شايفين كده اقلبه كويس. وطبعا انا برضو ضفت ربع كوباية جوز هند، ضفت ربع كوباية جوز هند، نص كوباية لو متوفر عندك تضيفيها، اهي دي ربع. دي ضفتهم في الاخر كده حوالي ربع كوباية لبن، حسيتها يعني تقيلة شوية وهي لازم تبقى اخف من كده شوية، ضفتهم ربع كوباية لبن زي ما احنا شايفين، وبقلب الخليط كويس خالص. وصينية بكون دهنها سمنة، وابدأ احط الخليط في الصينية واوزعه كويس فيها. بحضر الشربات زي ما احنا شايفين كده، كوباية ونص سكر على كوبايتين مية وعصرة ليمون عليها، وببدأ احطها على البوتاجاز تغلي، تاخد شوية يعني حوالي كده ربع ساعة، وبعدين بسيبها تبرد خالص. اول ما بتطلع هي كيكة الرواني من الفرن وهي سخنة والشربات بارد، ببدأ اسقيها زي ما احنا شايفين كده. الشربات بتاعتنا خفيفة مش تقيلة، وابدأ اسقي الصينية بتاعتي بالشربات زي ما احنا شايفين كده. الصينية سخنة انا توي مطلعها والشربات باردة خالص، ابدأ اسقيها كده. شايفين بتبقى طرية كده وشربت كويس، بس مش زيادة، يعني الصينية ما فيهاش شربات. اللي بحطه بتشربوا الكيكة، يعني تقريبا زادوا كده ربع كوباية شربات اللي زادوا. وبرش عليها شوية جوز هند كده، طبعا لان هي جمالها وطعمها في جوز الهند ده اللي انا بضيفه. زي ما احنا شايفين شكلها في منتهى الجمال والله، وطعمها في منتهى الجمال. صنف حلو خفيف كده وجميل، يعني مش مكلف، كل مقاديره متوفرة عندنا في البيت. وابدأ اقطعها كده، بس انا استعجلت عليها لانها سخنة، حبيت اوريها لكم يعني. فكانت سخنة شوية، كان المفروض ان انا اسيبها يعني ساعة كده او اديها نص ساعة في التلاجة تمسك كده نفسها شوية، لان هي زي البسبوسة بتبقى. بدأت بس حبيت اوريلكم ان لونها من جوه ابيض وجميلة والله، وناعمة خالص، وسكرها مظبوط بالظبط زي ما احنا شايفين اهي. بس هنا يعني عشان هي سخنة اهي، زي ما احنا شايفين لونها فاتح كده وجميل وهشة جدا، ويعني وانت بتاكلي مفرولة كده وانت بتاكليها، وفي منتهى الجمال بالظبط. السكر بتاعها ولا زيادة ولا ناقص، زي ما احنا شايفين شكلها اهو جميل. وتشيرونا للقناة بتاعتنا، وتنسوش اللايك، وقناة نانو ومامتها، وتنتظرونا في كل جديد بإذن الله. شكرا.